ما يمكنش ما تكون سمعتي بابلو اسكوبار، اكبر تاجر مخدرات في العالم اللي تقدرات الثروه ديالو ب 30 مليون دولار. قدر يجمع الثروه كامله غير من تجاره الكوكايين وغيولي من اغنى اغنياء العالم، مجمع بين السلطه والمال والنفوذ والقوه لدرجه ان رئيس كولومبيا ما قدرش عليه. مرحبا بكم في القصه الكامله لامبراطور الكوكايين بابلو إيميليو اسكوبار. تزاد بابلو اسكوبار سنة 1949 في عائلة فقيرة، كان الأب ديالو فلاح صغير والأم ديالو معلمة. واخا الأم ديالو كانت معلمة، بابلو اسكوبار ما كانتش عنده مع القراية نهائيا. غيخرج من المدرسة وغيدخل لعالم الجريمة في سن صغير بزاف، وكان كيسرق الشواهد ديال القبور وكيعاود فيهم البيع. ومع مرور الوقت بابلو غيدخل أعمال كثيرة، منها النصب والاحتيال وسرقة السيارات وحتى المحلات التجارية. ولكن هادشي كامل ما كانش كافي بابلو اسكوبار، لانه وعد الام ديالو فاش كانت عنده 5 سنين انه غيولي من اغنى اغنياء العالم. اختطف مسؤول كبير من مسؤولين مدينه ميديلين هو والاصدقاء ديالو، وحصل على فديه القدر ديالها 100,000 دولار. ولكن بابلو اسكوبار ما حبسش هنا، كرر هاد العمليه بزاف المرات، وبعض المرات كان كيقتل المختطف بعد الحصول ديالو على الفديه مباشره، كيف ما وقع مع رجل الاعمال الشهير دييغو ميساس اللي قتلو بعد الحصول ديالو على الفديه مباشره سنه 1971. وفي اوائل السبعينيات غيدخل بابلو في تجاره المخدرات بعد ما تعرف على شاب امريكي عنده طائره خاصه، وكان كيهرب هو المخدرات بنفسه. ومن بعد هذا الشيء بابلو بدا كياخذ الاحتياطات ديالو وبدا كيهرب المخدرات في العجلات ديال الطائره. ومن بعد قرر يشري العديد من الطائرات باش يسهل عليه التهريب ويهرب اكبر عدد من الروس. وفي سنه 1976 قدرت الشرطه الكولومبيه تلقى عليه القبض، حاول يعطيهم الرشوه وما صدقاش ليه. وهنا اسكوبار غياخذ خطه ذكيه، ومن هذه الحادثه غيطلق اسكوبار قانون خاص به اللي سماه قانون الفضه او الرصاص، واللي كيعني ان الحكومه اما تقبل بالرشوه والفلوس ولا الموت. هذا القانون عاون بابلو اسكوبار بزاف لانه مكنو يشري العديد من المسؤولين في كولومبيا، وهذا الشيء غيخليه يبني اكبر تجمع لتجار المخدرات. ومع تاسيس هذا التجمع غتزيد تجاره المخدرات لدرجه وصلت الارباح ديالها ل 60 مليون دولار بشكل يومي. ومع كثرة الفلوس غيبدا اسكوبار يفكر في الدخول لعالم السياسه، بدا كيبني المستشفيات والكنائس والمدارس والملاعب باش يتقرب من الشعب الكولومبي وبالخصوص الطبقه الهشه. وفي سنه 1982 قدر اسكوبار يدخل لاحد الاحزاب السياسيه، وقدر يحصل على مقعد في مجلس النواب الكولومبي، وقدر يخسر هذا المقعد في اقل من سنه بامر من وزير العدل الكولومبي بسبب الاعمال ديالو الاجراميه. ومن بعد هذا الشيء غيستمر في تجاره الكوكايين وغيدخل في صراع كبير مع الحكومه الكولومبيه. وفي سنة 1989 غتهجم الشرطة الكولومبية على مزرعة بابلو اسكوبار، وقدر يهرب منهم في آخر لحظة. وفي هذا الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية كتضغط على كولومبيا باش تسلم لها التجار ديال المخدرات، لأنه كان قانون بين كولومبيا وأمريكا بتسليم المجرمين المتورطين مع أمريكا. ومن بين هاد المجرمين بابلو اسكوبار بطبيعة الحال اللي كان مسؤول على 80% من الكوكايين اللي كيوصل للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا غيدخل بابلو اسكوبار في مفاوضات مع الحكومة الكولومبية، وفي الاخير قرر يسلم لهم راسو بالشرط انه ما يسلموش للولايات المتحده الامريكيه. وغتوافق الشرطه الكولومبيه على شرط بابلو اسكوبار، ولكن بابلو اسكوبار كان عنده شرط اخر، هو انه يبني الحبس اللي غادي يدخل ليه. وكذلك غتوافق الحكومه الكولومبيه على الشرط ديال بابلو. ومن بعد عام واحد اكتشفت الحكومه الكولومبيه ان بابلو اسكوبار كيقوم بالانشطه الاجراميه ديالو من داخل السجن. وهنا غتقرر الحكومه الكولومبيه انه تحول للسجن عادي، ولكن بابلو اسكوبار غادي يعيق بهم وغادي يهرب قبل ما يوصلوا ليه. وهنا تدخل الولايات المتحده الامريكيه ويتفقوا مع كولومبيا باش يشدوا بابلو اسكوبار. وفاش عرف بابلو اسكوبار ان الولايات المتحده الامريكيه كتقلب عليه، شد طائره خاصه هو الابن ديالو وسافر لمدينه واشنطن وخدا صوره امام البيت الابيض وصيفطها للصحافه. وهذه الصوره غتسبب احراج كبير لمخابرات الولايات المتحده الامريكيه. وفي سنه 1993 قدروا يوصلوا لبابلو اسكوبار، وكيقولوا العائله ديال بابلو اسكوبار انه قتل راسو قبل ما يشدوه، ولكن الشرطه الكولومبيه كتقول ان هي اللي طلقات عليه النار. وفي الجنازه ديال بابلو اسكوبار حضر 25,000 شخص، اغلبهم من السكان ديال مدينه ميديلين الكولومبيه. وهذه كانت هي النهايه ديال اكبر تاجر مخدرات في التاريخ. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. الى عجبك الفيديو خلي لايك واشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلوك كاع الفيديوهات الجايين. تهلا.